لو بتخاف ما تكملش الفيديو، بس لو قلبك جامد كمل معايا للآخر عشان اللي هقوله ممكن يخليك تبص وراك وانت بتتفرج. عمرك شفت قطتك واقفة وبصة في ركن معين كأنها شايفة حد، أو كلبك بينبح فجأة من غير سبب؟ صدقني في حاجات بتحصل حوالينا واحنا مش شايفينها، بس هما شايفينها وحاسين بيها كويس جدا. ربنا سبحانه وتعالى ادى الحيوانات حواس أقوى مننا، تشوف وتسمع اللي احنا ما نقدرش عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله فإنها ترى ما لا ترون. يعني مش صدفة لما تلاقي حيوانك الأليف بيتصرف تصرفات غريبة فجأة، الجري، الحفر، النظر في الفراغ، كل دي علامات إنه حاسس بحاجة حواليك. واللي يخوف بجد إن التصرفات دي بتزيد في أماكن معينة وفي أوقات معينة بالليل. فما تستبعدش المرة الجاية لما تلاقيه مركز وباصص في ركن معين بيكون فعلا شايف حاجة انت مش شايفها. لحظة، انت خفت؟ بس انا مش بقولك كده علشان تخاف، انا بس بنبهك. وكده كده طول ما انت دايما بتذكر ربنا وبتحصن نفسك ما تخافش. الحاجات دي مهما كانت قوية وبتظهر كتير ربنا أقوى منها وهيبعدها عنك. ما تنساش بقى تقولي في الكومنتات ايه أغرب حاجة عملها حيوانك الأليف وخلاك تتجمد مكانك.